دعوة الدراسات الإسلامية بالقرار الوزاري 947 لسنة 96 فرصة لكل مسلم ومسلمة أن يتعرف على علوم الإسلام، كيف يؤسس نفسه، كيف يكون مسلما حقا، وفي نفس الوقت كيف يكون داعيا إلى الله في وقت نرى فيه ألسنة الإلحاد تطعن على القرآن الكريم وعلى السنة النبوية المطهرة. ولا بد أن نرجع إلى علماء الأزهر الأجلاء وأساتذة جامعة الأزهر ليقدموا لنا الردود على هذه الشبهات، لنتعلم كيف نمنع هذا الفيروس وهذا السرطان والوباء، وباء الإلحاد ووباء التشكيك في الإسلام الذي انتشر للأسف الشديد، واستغل ضعف الدول وضعف الأجهزة وضعف الشعوب وضعف الأمة، واستغل أيضا حالة الفراغ الفكري والديني والثقافي عند الأجيال. لذلك لابد أن نؤدي واجبنا كما قال الله عز وجل: وتكونوا شهداء على الناس. هذه الشهادة نصل إليها إمتى؟ لما أعرف نفسي كويس، أتأسس صح كيف أكون مسلما حقا بعلوم الإسلام، علم العقيدة، علم التفسير، علم الحديث، علم الفقه، علم السيرة والتاريخ الإسلامي والحضارة، علم التربية والصحة النفسية وكيفية تكوين الشخصية المسلمة القوية وعواملها، ومحاربة آفات الأمراض النفسية الموجودة، ثم أيضا علم الدعوة إلى الله والإعلام وفنون الاتصال والتواصل والإقناع للآخرين. طبعا شبابنا وبناتنا اللي بيدرسوا معانا، وخاصة اللي بيحضروا معانا منتظمين وكذلك أيضا أونلاين، فرصة كبيرة جدا إنه يحول بيته إلى جامعة إسلامية بهذه العلوم وبهذه المراجع اللي احنا بننبه إليها. اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت في علم العقيدة، وقلنا أساسيات علم العقيدة لازم أسس نفسي على 6 مبادئ أساسية أو 6 قواعد أساسية أو 6 أبواب رئيسية في علم العقيدة، اللي هي معرفة الله تبارك وتعالى وأداء حقوقه، ولها 5 مطالب اتكلمنا عنهم قبل من شوية. طيب، رقم 2 عندنا كمان معرفة الأنبياء والرسل والكتب وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وقوامة القرآن الكريم على كل الكتب السابقة، واشتماله لكل ما ينفع البشرية صالحا لكل زمان ومكان. ده رقم 2، وهي حقوق المرسلين وحقوق خاتمهم صلى الله عليه وسلم. ورقم 3 معرفة السمعيات، وقلنا السمعيات اللي هي العناوين ال6 اللي قلنا عليهم لابد من الإيمان بها، وهي الإيمان بعالم الملائكة، عالم الجن وفيهم الصالح والطالح، وكذلك أيضا الإيمان بالأجل، إيمان بالرزق، كذلك أيضا الإيمان بسؤال السمعيات اللي هي سمعنا ورد بها الدليل في القرآن والسنة فسمعنا بها لكننا لم نرها، يبقى السمعيات نؤمن بها ال6 دول. طيب، كمان أيضا الإيمان رابعا بمقدمات اليوم الآخر، وهي الأحداث التي تحدث قبل اليوم الآخر من فتن قد تدفع ناس للكفر والعياذ بالله. يبقى لابد نكون احنا يقظين ومنتبهين واخدين بالنا ما هو دور المسلم، تكونوا شهداء. الموضوع الخامس وهو محطات اليوم الآخر من ساعة خروج الروح لحد الجنة أو النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. المحطات دول 13 محطة، محتاجين كل محطة أعمال معينة تقدر تنجي الإنسان من أهوال هذه الفترة أو هذه المرحلة. يبقى محتاج إن أنا أدرس هذه المراحل الصعبة في الآخرة، وأحاول إن أنا أجهز نفسي بالأعمال التي تؤهلني لاجتياز. ولا مسير ولا مخير؟ ده الركن السادس. يبقى هنا مسير في أمور ملوش فيها، نطلع ولد ولا يطلع بنت، يتولد في زمن فيه احتلال ولا زمن فيه انتصار، دي مش بتاعته. يتولد بيئة في بيت فقير أو بيت غني، مش بتاعته برضه. يبقى بالتالي لا يحاسب على هذه الاختيارات اللي ملوش فيها اختيارات. لكن يحاسب إمتى؟ يبقى مخير في الأمور اللي له فيها اختيار، أن تسمع لا تسمع، أن ترى ألا ترى، أن تأكل أو أن تصوم، أن تصلي. تبدأ المسؤولية ويبدأ الحساب ويبدأ التكليف في حياة الإنسان
بتوافر عنصرين. العنصر الأول العقل والبلوغ، بقى راشد وبالغ. رقم 2 وصول الحجة إليه، يعني إيه؟ وصول القرآن أو وصول أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، زي ما ربنا قال وما كنا معذبين حتى إيه؟ نبعث رسول، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك إيه؟ عن بينة. دي عناصر علم العقيدة. طبعا العنصر الأول فيها أو الأساس الأول فيها هو معرفة الله عز وجل، وقلنا بيمر ب5 مطالب، 5 فصول لازم نعرفهم. الفصل الأول ولا يتعدد، ما يبقاش 2 ولا 3 زي ما عند النصارى، ولا يبقى متجسد في أشكال الحيوانات زي اليهود ما قالوا. ثم رقم 4 معرفة أسماء الله وصفاته العلى وكيف نتقرب بها إلى الله، ده المطلب الرابع. المطلب الخامس في معرفة الله عز وجل محتاج إن أنا إزاي أفعل بقى العقيدة إلى يقين، إلى توكل، إلى خشية، إلى مراقبة، إلى محاسبة للنفس في كل التصرفات، وفعل بيها كل أقوالي وأعمالي. دي الخريطة العامة لعلم العقيدة، وأول باب فيها اللي هو معرفة الله عز وجل وحقوقه سبحانه وتعالى. طبعا احنا عملنا 3 محاضرات في هذا الجانب، ولسه في محاضرتين هنخلص هذا الموضوع، وان شاء الله نصل فيه الى مرضاة الله تبارك وتعالى، بحيث يبقى عندي خريطة علمية مظبوطة، وعندي كتاب وهو كتاب سيدنا الشيخ السيد سابق الله يرضى عنه، وهو من كبار علماء الازهر الاجلاء، وكان مفتي للجمهورية في الستينيات في فترة، وكان استاذا للفقه في كلية أصول الدين في جامعة الأزهر، وكان وكيلا لوزارة الأوقاف عشان بعض الناس المجرمين اللي بيتلسنوا على هؤلاء العلماء الأماجد اللي بذلوا مجهود في تقريب العلوم الإسلامية للأجيال، رضي الله عنهم جميعا وألحقنا بهم في الصالحين. فالكتاب اسمه العقائد الإسلامية، والكتاب مطبوع في المعهد طباعة يعني مخفضة بسعر التكلفة عشان الدارسين والدارسات ما يعانوش، لأن فوجئنا إن في سعار شديد في ارتفاع أسعار الكتب بشكل مخيف. فواحد يروح يشتري 2-3 لا المرتب بتاعه راح في الكلام ده. طب والحل ايه؟ لابد الهيئات الإسلامية تعنى بطبع الكتب بالتكلفة أو تيسرها للوصول إلى الدارسين والدارسات، وده اللي بنحاول فيه مع الدارسين والدارسات، وبننزل لكم المادة العلمية PDF عشان يبقى مفيش مسائل صعبة عند حضراتكم. قلنا لابد من وحدة للرد على الإلحاد، هذا القسم مهم جدا، لأن عندنا أول بوابة في العقيدة ينزلوا فيلم الملحد، وبقت موجة الإلحاد بدت إيه؟ بقت موجة طاغية. طب والرد على الإلحاد ده فين؟ كيف نرد؟ يبقى هنا تدريس علم العقيدة ومعرفة الله عز وجل مهم في إن أنا أحصن الأجيال اللي طالعة، والشباب اللي بيتأثر بالكلام ده، والجمهور اللي هيقعد يهقهق ويضحك على فيلم سخرية من الإيمان وسخرية من الإسلام والمسلمين. يبقى لابد يكون عندي أنا خطة الدفاع وخطة الرد وقطع ألسنة هؤلاء المستهزئين بأهم نقطة وأول نقطة في الدين، وهي الإيمان بالله. المادة العلمية بتاعتهم ميسورة لكل واحد فينا إن يعرف إزاي يرد في نقاشاته، في حواراته، في محيط الأجيال المتأثرة بالكلام ده، عن طريق استخدام برضو شبكة المعلومات، إزاي إن احنا نوصلهم لهذه الأمور ونرد عليها الردود العلمية المتكاملة اللي توصلني لأن أنا إزاي أتكلم بعلم. أنا قلت في كتابين من الكتب، الكتابين دول في حاجات تحت موجودة، في كتابين تحت. أيوه بسم الله الرحمن الرحيم. لا المجلة دي خليها آخر حاجة، سيب بقى المجلة زي ما هي، سيب المجلة دي زي ما هي، المجلات سيبهم ال3 دول زي ما هم. لكن خليني في الرد على الإلحاد. أنا قلت في الرد على الإلحاد هات منها نسخة أبو شهبة كاتب عن الإسراء والمعراج، شيء مهم جدا. أيوة الشيخ أبو شهبة من العلماء الأجلاء المتمكنين، وأنت خد نسخة عندك تبقى لجنة الدعوة، تمسك لجنة الدعاء اللي بيخطبهم، عشان ده هو أهو في كيف نحدث الناس في هذا الموضوع ونرد على الشبهات فيه. تمام. خلاص يبقى ده لجنة الدعوة والدارسين والدارسات. طيب برجع بقول النقطة الأساسية اللي أنا عاوز النهاردة العملي بقى في الدراسة بتاعتنا عشان نستفيد كيف نوظف هذه العلوم ونوصلها للناس.
يبقى عندي قلت وحدة لمواجهة أو قسم لمواجهة الإلحاد. طب هواجه الإلحاد بإيه؟ عالم من علماء المسلمين نشأ هنا صحيح، وكان في اسكندرية، وكان عميد في كلية علوم، وأستاذ في علم الحشرات والكائنات. فالراجل لقى وهو في أمريكا موجة إلحاد خطيرة، فراح الجامعة هناك في أمريكا بيدرس هناك، عايز يدي محاضرة ليه طلاب الجامعة كلهم. فرئيس الجامعة قال له يا دكتور خلي بالك، كل العيال عندنا، كل الشباب والبنات اللي عندنا ملحدين لا يؤمنوا بإله ولا يؤمنوا بدين. قال لهم بس ده هو ده تخصصي، وهو ده اللي أنا عايز أكلمه فيه. تخصصك إيه يا عم؟ قال تخصصي علوم وعلم الكائنات والحشرات والطيور فأنا هتكلم في الموضوع ده مع دول. فالراجل فعلا راح ماسك محاضرة جاب فيها تكوين الكائنات، تكوين الطيور، تكوين الحشرات، تكوين النحلة، تكوين النملة، وقعد يقول ان الحاجات دي معمولة بهندسة ونظام وترتيب وحكمة وعلم مسبق. مستحيل تقول النملة هي اللي عملت، ومستحيل تقول النحلة هي اللي فكرت وهي اللي صنعت. أن يدل على في هذه الحشرات وهذه الطيور وهذه الحيوانات والخلية الحية والكائنات لا يمكن أن يحدث ما فيها بنظام ودقة وإحكام وعن علم إلا بوجود عقل كبير سابق على علم بكل التفاصيل وبإرادة محكمة يريد أن يحقق بها هذا الهدف، ورتب فطرة هذه الكائنات أن تعيش على هذا النسق بإحكام ونظام وتوازن. وهذا لا يمكن إلا أن يكون من خلال الإيمان بالإله الخلاق العظيم سبحانه وتعالى، عليم حكيم قادر يهدي هذه الكائنات لوظائفها بالنظام اللي هو عاوزه، منظم كل وظائفها وحياتها. هناك تكامل. إخواننا بيقول بعد ما انتهى إلى الحديث عن الهداية والحديث عن الحكمة والحديث عن الإرادة والحديث عن النظام والحديث عن آيات الإبداع في الخلق والتكوين، فوجئ في نهاية المحاضرة الآلاف اللي قاعدين قصاد منه كلهم أعلنوا إيمانهم بالله عز وجل إلا 8 أشخاص فقط لا غير. ليه؟ لأنه بيتكلم بلغة العلم. هم كفروا بالإيه؟ من خلال الماديات، ضحك عليهم بالماديات، بالعلم المادي البحت اللي ما قالش فيه إن فيه ربنا، ما قالش فيه سبح اسم ربك الأعلى، فضحكوا عليهم خلوهم بقوا ملحدين. لكن لما دخل في العلم وقال دي كلها تدل على حكمة وحكيم، على علم وعليم، تدل على إرادة سابقة فعل لما يريد، تدل على عملية تخلق خالق بديع مبدع لهذه الكائنات، يبقى هنا دخلوا في الإيمان وعادوا إلى الإيمان بالله عز وجل. الحقيقة المحاضرة دي اتجمعت وطبعت في كتيب في سلسلة دار المعارف مع فيلم الإلحاد والأشكال دي بقى اللي ظهرت النهاردة، والسرطان والفيروس اللي موجود. ندور عليها ونجيبوها ازاي؟ أنا بحاول أجيب لكم نسخة لأني عمال بعت كذا، للأسف مش لاقيين النسخة موجودة في السوق، مش لاقيينها، والمعرض مش موجود فيه حتى كمان. مصطفى راح المعرض فما لقاش النسخة دي. دار المعارف اللي هي بتطبع مش موجود عندها الايه؟ النسخة دي، لكن موجودة عندي أنا في مكتبتي. بحاول إن أجيبها إن شاء الله بإذن الله وأصورها وأديها لكم، لأن النموذج ده في اكتشاف دلائل قدرة الله في الكائنات هو دليل الإيمان بالله عز وجل، هو بوابة الرد على الإلحاد. في كتاب تاني برضو للدكتور عمرو شريف اسمه، هذا الكتاب التاني اسمه خرافة الإلحاد. خرافة الإلحاد، دكتور عمرو شريف ده أستاذ طب وجراحة ومخ وأعصاب في الجامعة، وهذا الرجل هذه الأفكار في هذا الكتاب الدكتور عمرو شريف، فجمع لنا في هذا الكتاب كل الحجج بتاعة الملحدين ورد عليها. ومش بس كده، ده هو كمان انتقل إلى أنه استنتج أن حجج الملحدين تقوم على أساس جهل وخرافة وليس عن علم أو معلومات حقيقية.
يبقى مش علم حقيقي بقى، ده بيتكلموا على افتراضات خيالية جاية من دماغاتهم أو بغبغاوات رددوا أفكار. وبين الإله بداية الكون والانفجار الكوني، والفيزياء في الكون بتتكلم تقول عن نشأة الكون ازاي. طب موقف الملاحدة من هذه الحقائق العلمية ايه؟ جاب الكلام ده ورد في علماء الفيزياء نفسهم من كذبوا. خليني مع الدكتور عشان هو بيتكلم بمرجعية علمية ومراجع وموثقة بالأدلة، عشان ما اقولش حاجة أنا من دماغي أنا أو معلومة خطابية. في فرق بين المعلومة الخطابية والمعلومة العلمية اللي هي مستندة إلى وثائق ومراجع، لأن الإلحاد ما يعترفش بالعاطفة، خلي بالك، لازم المراجع والوثائق. وكمان يا سلام لما جبت المراجع والوثائق تكون طالعة أصلا برضو من الغرب. والدي إن إيه فضح كل أفكار هؤلاء الذين ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى. ثم بعد كده جاب مستنقع، بالتعبير بتاعه مستنقع الملاحدة. مين هم الملاحدة دول؟ لقاهم شوية ناس بتقعد ترغي تتفلسف بدون ما لا اشتغلوا في معمل ولا جربوا تجربة ولا صوروا مشاهد في الكون عشان يبني بناء عليها معلومة. فواحد لا شاف آيات الله في الكون ولا دخل معمل وعمل تجربة معملية عشان نقدر نستنتج من التجربة المعملية حقيقة تقول إن مفيش تخلق ومفيش تكوين ومفيش تنظيم، ولا هو صور بأجهزة التصوير والمركبات الفضائية وغيره. مفيش، ده مجرد كلام افتراضات وخيالات عند هؤلاء الفلاسفة، يسموا نفسهم فلاسفة ويبقوا ملحدين ويسموهم فلاسفة. طب وبعدين إذا كل الكلام ده كله نظري لا يرتبط بعلم علمي، لا يرتبط بعلوم كونية، وبالتالي سماهم مستنقع الملاحدة، لأنه واحد خرفجي بيتكلم اللي إيه من دماغه، لا عنده تجربة معمل ولا عنده دليل مادي في علم من العلوم الفيزيائية أو الكونية يقول له، ولا شاف حتى بعينه ولا صور حتى بأجهزة التصوير المختلفة. إذا كل اللي بتقوله ده كله مجرد إيه خيال. عرف تبقى اسمك بقيت فيلسوف. الماديات شغاله، وطبعا اكيد طبعا وراها ماديات، ومش ماديات بس، ده ماديات والاحقاد على الاسلام والمسلمين. احقاد الغرب على الاسلام بتوظف الكلام ده وتشجعه. فجاد ريتشارد دوكنز اللي يعتبر زعيم الملحدين الجدد، واتكلم على الفلسفه بتاعته والخرافات بتاعته جايه منين، وقعد يتكلم على هوكينج وكم واحد جابهم اللي سماهم ايه مستنقع الايه الالحاد. طب وبعدين قال دول بقى جابوهم شغلوهم على العالم الاسلامي من خلال زمان قوي حروب الردة. الله، ده من زمان الحكاية بقى، ده انا خلي بالي بقى، ده في معركة شغالة تاريخية وحضارية لازم انتبه اليها، يبقى حروب الردة. ثم كمان الزنادقة اللي ادعوا بأن الإله حل فيهم بعد كده، بتوع الحلول الاتحاد، الإله يحل في الأجسام والأجرام، خد بالك. ثم من دخلوا الآن إلى بيوتنا بوسائل الإعلام المختلفة وفيلم الملحد وما شابه. ادي التطور بتاع الايه المخططات بتاعهم مع الله، يعني ازاي وصلوا إلى الله. فجاب 4 شخصيات في آخر الكتاب وصلوا إلى الله عز وجل، 2 منهم من العرب و2 منهم من علماء الغرب. نعم، 2 من علماء الغرب و2 من علماء الايه العالم العربي. قال دول كانوا ملحدين وربنا هداهم في الآخر إنهم شافوا آيات الله في الكون، وبالعلم الحديث المادي والفيزياء والى آخره انتهوا في النهاية إلى الإيمان بالله عز وجل عن يقين وثقة، مش عن طريق حد مثلا خطب لهم خطبة ولا لا، ده بالرؤية والمشاهدة والعلم الحديث وصلوا لاكتشاف مستنقع الإلحاد والرد عليه أنه خرافة، وفي نفس الوقت الخروج منه إلى طهارة الإيمان والصلة بالله عز وجل. فجاب 4 شخصيات، 2 منهم أجانب من الغرب، من علماء الغرب، من علماء الله عز وجل. مين هم بقى ال4 دول؟ فجاب في آخر الكتاب اللي هو خرافة الإلحاد
السير أنتوني فلو. أنتوني فلو ده أكبر بيعتبروه في الغرب أكبر فيلسوف للإلحاد في الغرب، في العالم كله حاليا، بريطاني، وخرج آلاف الملحدين في العالم اللي بيدرسوا الإلحاد وبينشروه. فهو الزعيم، يعتبر زعيم فلاسفة الإلحاد في العالم. قعد 50 سنة يقول ما فيش إله، 50 سنة. وبعد 50 سنة دولي فوجئ الرجل بدراسة خلايا المخ في عالم الطب، ودراسة الخريطة الوراثية، الجينات الوراثية والدي ان ايه بتاع كل بني آدم، وإن كل كائن له خريطة وراثية مستقلة تختلف عن أي كائن آخر، فما ينفعش يتطور أو ينشأ من كائن لكائن، ده لازم هو البني آدم نفسه يطلع من بني آدمين. لكن يبقى البني آدم يجي من قرد ما ينفعش، لأن القرد له أرقام وعدد مختلف في تكوينه عن العدد بتاع الايه الدي ان ايه، الكروموسومات بتاعت البني ادم 23 كروموسوم زوجي، القرد مش ده يزيد عن ال 23، يبقى ده له تكوين مختلف وده له مختلف، يبقى اذا ما ينفعش. سقطت نظريات الالحاد وافتراضات الالحاد. فالراجل انتبه وبص كمان في المخ وتكوينه، ولقى ان في فصوص موجوده في المخ خاصه بالسمع، خاصه بالبصر، خاصه بالحواس، خاصة بتخزين المعلومات صوت وصورة من ساعة الميلاد لحد الوفاة. يا سلام. في فيديو كارت ميموري موجود في الدماغ بتاعت كل بني آدم سواء جاهل أو عالم، موجود عنده الميموري ده، موجود جوه هو مش واخد باله، بيسجل عليه كل حاجة. فلما قال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ده متسجل في دماغك انت كمان قبل ما تروح، ده التسجيل موجود صوت وصورة فيديو معاك. فاحنا نرجع بس مجرد نشغل الايه الشريط، وبيشتغل الشريط عند خروج الروح فعلا، يرى الانسان واعماله كلها من ساعه ميلاده لساعه ما يموت، شوف كل المنظر قصاد منه. فاكتشف هذا الرجل حقائق العلم الحديث في دراسه المخ، لقى ان دي الله ده مش معقوله. فلما يبقى في دماغ البني ادم مخزن المعلومات التي يستحيل على اي حد ان يقدر يعمل ميموري تشيل كل ده كله، لا في لابتوب ولا في كمبيوتر إلى الآن، ولا حتى في الموبايل بتاع الإنسان يقدر يسجل له كل أعماله من ساعة ميلاده لوفاته. ما عندناش القدرات الواسعة دي، وتكون موجودة حجة الله علينا في حتة فصوص موجودة في دماغ البني آدم. لا بس ده العملية تقول إن في من هو أكبر ومن هو أعلم ومن هو دبر وأعلن. غير الكتاب بتاعه القديم إلى there is no God، لا خلاها there is a God، يوجد إله وإله واحد. وحتى كمان ربنا ألهمه لمعلومة العقيدة في الإسلام أن هذا الإله لا يمكن حد يشكله ولا يصوره، ولا يمكن الإله ده حد يتخيله أو يقدم فلسفة عنه، وإنما يكون حديث الإله عن نفسه منه هو فقط. وكأنه اهتدى إلى معنى قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فاهتدى إلى قضية الإيمان بالألوهية عند الإسلام والمسلمين دون أن يعرف المسلمين أصلا، لأنه قلنا كان مع الإيه؟ وده أكبر قلنا فيلسوف في الإلحاد. فالراجل جاب التجربة بتاعت أنتوني فلو وذكرها، وجاب برضه رحلة أو برضه نفس الفكرة، برضه نفس الأستاذ من أساتذة الإلحاد في الغرب وهو جيفري لانج. وجيفري لانج ده كان ملحد كبير وأستاذ إلحاد في العالم. وهذا الرجل في النهاية وصل إلى أنه لابد أن نسجد لإله أبدع هذا الكون، لابد أن نسجد لإله صمم قوانين كل العلوم اللي احنا شايفينها دي، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، تكوين الجنين والخلية الحية، تكوين الطيور، الحشرات، النباتات، الأرض، السماوات، كل ما في الكون من الذرة إلى المجرة يدل على من صمم وأبدع ومن أراد وأحكم ومن أوجد كل شيء بمقادير دقيقة تدل على علمه السابق الذي يدل على وجود الخلاق العظيم سبحانه وتعالى. وكأنه اهتدى إلى معنى قول الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. ده مين بقى يا سيدي؟ جيفري لانج. وكتب كتابات يمتدح فيها الرسول عليه السلام بعد ما تعرف بعد كده على الإسلام.
طب دول الاثنين اللي من الغرب، طب والاثنين اللي عادوا الى الايمان من وسط علماء والعالم العربي اللي هو يعتبر حقل تجارب للفساد والمفسدين في العالم كله، ياخدون حقول تجارب. جاب شخصيتين الاشتراكية، وكان اياميها النظم العربية تنادي بدعوات كارل ماركس: لا اله والحياة مادة، وان ما فيش غير الفلوس والاكل العيش وبس، وسيبك انت ما فيش لا ايمان ولا اله ولا خالق ولا اخره ولا حساب. فبدأ بالبداية دي، لكنه بعد ذلك سرعان ما تأمل في العلوم اللي ربنا قال: اقرأ باسم ربك. فبدأ يقرأ. لما نشوف خلق البني آدم بيتكون ازاي، طب ايه تصرفات طب تعال نشوف الكائنات التانية، الطيور عايشة ازاي، النباتات بتنمو ازاي. قعد يتكلم في العلوم المختلفة فذهل، قال: لا، ده في حكمة، ده في نظام، ده في إبداع، ده في علم مسبق أكبر من العلوم بتاعتنا كلها، هو اللي صمم الحاجات دي بهذا التصنيف. وفي النهاية ألف كتاب اسمه حوار مع صديقي الملحد. قال لي إنه مصطفى إنه لقى نسخة من هذا الكتاب بتاعه، إنه إزاي رد على الإلحاد، التنظير للحياة، الصراع بين العرب واليهود والصهيونية العالمية، وبيسموه رائد التنويريين ورائد المثقفين. الرجل في النهاية قال بعد اللي شافه وبعد اللي طرحه وبعد المناقشات وبعد الدراسات، في النهاية قال: لا يوجد دين صالح لقيادة البشرية إلا الإسلام، ولا يوجد قائد في العالم برسالته يعالج إجرام الصهيونية العالمية إلا محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه. واهتدى إلى الإسلام وحذر من المتصهينين من بين المسلمين. يا سلام. مش بس كده، طبعا ده يعتبر الكتاب لخص المسائل دي كلها، وضرب 4 زي ما قلت، ضرب أمثلة ب4: 2 منهم من الغرب دعاة إلحاد أسلموا أو آمنوا بالله، و2 من العرب وآمنوا وكانوا دعاة هداية للإيمان بالله عز وجل. كتاب اسمه خرافة. نعم، مش موجود PDF؟ ما أعتقدش، لأن المؤلف بتاعه بعتنا له إن يجيب لنا نسختين، الدكتور شريف، بس الحقيقة ما ردش علينا مصطفى، ما قبلوش. طيب، برضو في دراستنا محتاجين دراسة الآيات العلمية في الكون. احنا عندنا مادة تفسير ومادة علوم القرآن. في مادة التفسير ومادة علوم القرآن لازم نقرأ العلوم الكونية ونشوف آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة. دراسة آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة الحقيقة درس فيها علماءنا وكتبوا فيها كتابات عظيمة. ومن بين هذه الكتابات كتاب من الكتب اللي ألفه أحد أكبر أطباء كلية الطب في السربون في فرنسا، أكبر عالم. تزور هذه المومياءات وتشوف عظمة تاريخ المصريين القدماء. في فرق بين المصريين القدماء وأقول الفراعنة. فالفراعنة دول ناس احتلوا مصر أصلا ونكلوا بالمصريين وباليهود، عشان كده ربنا بعت سيدنا موسى ليواجه فرعون من هؤلاء الفراعنة. لكن ما كانوش جدود المصريين أساسا، لكن جدود المصريين كانوا بريئين من الفراعنة، عشان بعض الناس بتغلط ويحاولوا يلزقوا الفرعونية على ان المصريين دول ولاد الايه؟ الفراعنة. لا، مش ولاد. سيدنا إدريس تلامذة سيدنا إدريس بعلوم علمهم الله إياها، فكانوا من أبرع الناس علما في وقتهم وعمرانا، وفي نفس الوقت إيمانا بوجود إله واحد. ثم دخلت عليهم احتلالات مختلفة واستعمارات مختلفة، فأدخلت عليهم عقائد مخالفة للإسلام اللي هنشوفها بعد كده بقى في التاريخ. وبالتالي يقول لك دول وفرعون ذي الأوتاد. طبعا فرعون هنا بقى ما هو ربنا عز وجل قال ايه قبل ده كله؟ ايه؟ مين اللي عمل الأوتاد دول؟ هو ربنا بيذكر مواقع في العالم. هذه المواقع مش لازم يكون الشخص هو اللي عملها، مش لازم يكون الشخص هو اللي عملها، ممكن يكون أجبر الشعب على فعله. مش قال له يا هامان ابن لي صرحا، هو قال له أنا اللي هبني، ولا أنا اللي شاطر، ولا أنا اللي مهندس بارع هعمل؟
لا ده قال له يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات والارض. وهامان ده كان ايه؟ الوزير. كان وزير مصري، لكن مش هو لم يكن فرعون، لكن كان مساعد. كل نعم لكنك كفرت بانعم الله. ادي معنى ان قال وفرعون. ممكن نقول فرعون دول كان ملك كافر. ما هو اصلا كان طاغيه وكافر، لكن ما نقولش ان كل النعم اللي في مصر دي بتاعته، لان هو ادعى ذلك وقال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. اذا القران لما يقول وفرعون ذي الاوتاد لا يعني بذلك ان فرعون هو الذي صنع الاوتاد، لا، المصريون هم الذين صنعوا، لكن الحاكم الفاسد استغل ذلك ليؤله نفسه عليهم، هنا بقى ليطغى عليهم، ليصنع من نفسه إلها من دون الله عز وجل. يردوا علينا ويقولوا لنا ايه مثلا؟ هنا هيقولوا ايه؟ ان بني اسرائيل دول كانوا فرعون ايه مستعبدهم، فيقولوا ان هم اللي بنوه. لا، طب ازاي يكونوا مستعبدين وجاي سيدنا موسى بعث ليطلق سراح المعذبين من بني إسرائيل في مصر؟ يعني هم قال له فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم إذا كانوا معذبين ومحبوسين. الله، اللي يقول بقى ان بني اسرائيل هم اللي بنوا الاهرامات ولا بنوا، ولا نقول له بنوا فين؟ ده فرعون كان متسلط عليهم وحابسهم، سياتي ياخذ منه الملك. بدا يخاف بقى، يقول لك لا يقتل لي كل ذكر سواء كان مصري او اسرائيلي او شامي او مغربي، كل اللي موجود على الارض. فهنا لا يحتج بهذا على المسلمين، بل يصحح هذا على تاريخ المصريين. طيب المومياء دي بتاعت القدامى المصريين، بقول مش الفراعنه، خلاص، لان الفراعنه دول يعتبروا نقطه في سطر طويل يمثل تاريخ المصريين القدماء، او كانوا محتلين الارض. مين اصحاب الارض؟ كل المصريين، سواء من كان منهم على المسيحيه او كان على الاسلام، كل هؤلاء اسمهم ايه؟ اقباط مصريين، لانهم ابناء البلد واصحاب البلد. فما ينفعش ان احنا نحط التيكت القبط ده يبقى المسيحي بس، يبقى معنى كده ان اي مسلم ما هو الا مجرد لاجئ وجاي من بره، مش ابن مصر ومالوش فيها حاجه. يبقى ده غلط، يبقى ده تصحيح لمعلومه خاطئه لازم نصححها، ان الاقباط هم ملاك الارض وملاك البلد، ابناء البلد، ويدخل في ذلك كل مسلم وكل مسلمه، ويدخل في ذلك ايضا كل مصري حتى لو كان مسيحيا او حتى لو كان يهوديا. اصلا كان في عندنا يهود لم يقهروا على اسلام ولم يجبروا عليه، بدليل انهم حملوا الاسلام وصدروه وقدموه للعالم كله. المهم عشان اكمل الواقعه دي، الحكومه المصريه في ذلك التوقيت بعثت المومياءات اللي موجوده في المعرض الفرعوني، وقلت برضه الفرعوني دي غلط، قلت المعرض الايه؟ قدماء المصريين، يبقى تصحيح للمعلومه. انا كنت يعني المصيبه لو طلعت على لسان بقى، يعني لما القياده بتقول الكلام ده بعد كده اللي بره هياخدها وحجه على، يقول لك اطرد بقى المسلمين. ما لهمش، دول دخلاء بقى، اطردهم، اقطع رقبتهم. كنت حاضر سبحان الله، ووفق الله عز وجل الى تحاشي الكلمتين دول من الخطاب الرسمي بفضل الله عز وجل. لو رجعت للخطاب الافتتاح بتاع تحاشى الكلمتين دول، فقلت الحمد لله رب العالمين، عدى البطب بفضل الله عز وجل. فطبعا التنبيه هم اساس السلم والعمران في كل بلد نزلوه. المهم راحت المومياءات ديت الى فرنسا باريس، فاستقبلت استقبال الملوك، عملوا لها حفل استقبال رؤساء الدول من رئيس دولة فرنسا في ذلك الوقت، وجاب جميع أساتذة الطب والآثار والتاريخ والتحنيط وخلاهم يقفوا في شرف الاستقبال، وجاب على رأس هؤلاء لجنة كبيرة علمية برئاسة الدكتور بتاع كلية الطب دوت، الدكتور موريس بوكاي. ولما جاب هذا العالم قال له بص، رئيس فرنسا قال له شو ادرس لي الكلام ده وشوف الكلام ده صحيح ولا غلط، اللي عاملين عليه سياحة وبياخدوا عليه حد. الراجل الدكتور موريس بوكاي درس هذه المومياءات وقعد يحلل فيها، فقالوا ان من بين هذه المومياءات مومياء حاكم
جبار طاغية، أحد فراعنة الحكم في مصر اليوم ننجيك في ذلك الإيه؟ البلد. خلفك آية. فقعد يدرس بقى على الإلمؤميات ديت. قال طب والحاكم ده إيه تاريخه؟ إنه وجرى وراءهم الملك وجنوده حتى غطاهم البحر. مفيش أكثر من الكلمتين دول بس. يبقى ملك بيجري ومعاه جنود ومشي ورا موسى واللي معاه المؤمنين لحد ما غطاهم الايه؟ البحر غطاه. ادي بس اللي لقيته بس في الايه؟ في التوراه. قالوا الاناجيل ما لقيتش فيها حاجه تتكلم عن الموضوع. قلت الله، طب مفيش حد يكلمنا عن الموضوع ده كتير، ده 3/4 القصص القرآني بيركز على بلاوي بني إسرائيل وعلى رأسهم فرعون. طب هاتولي. فراحوا جايبين له القرآن الكريم، فبدأ الرجل يقرأ القرآن الكريم، فذهل الرجل وهو غير مسلم، هو كاثوليكي فرنسي مسيحي كاثوليكي وعميد كلية الطب في فرنسا، ما يعرفش غير العلم والحقائق. ففوجئ في سورة يونس الآيات الكريمة وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. افتح كده الآيات كده، شوف كم تفصيل. امسك كده، افتح الآية كده، افتح وبص وعد معايا. أنا هعد، أنا مش هقول كلام كده وكلماته خلاص، ده أنا هعد كم حاجة، كم وصف، كم موقف، كم حد. بتستعجل ليه؟ تعمل لي زي واحد في اسكندرية برضو كل ما يحل عليا في الكلام فطيت انت كده. إذن أول كلمة وجاوزنا ببني ايه؟ إسرائيل ايه؟ البحر. يبقى ده البحر. الله، ده بيقول بحر. يعني ايه بحر؟ يعني ميه ملحه مش نهر، ميه عذبه. الله، طب والمومياء اللي قصاد مني غرقانه من راسها لرجليها ملح، يبقى كان في بحر ولا كان في نهر؟ في بحر. ادي واحد. كمل. اتبعهم فرعون وجنوده ايه؟ باغيا وعدوى. رايحين بايه؟ بالقوه والنشاط والبتاع. الله، استنى، ده فرعون ده هو باين عليه انه كان واقف انتباه في المعركه جامد، بدليل يبقى دي رقم 2. كمل. حتى اذا ادركه الغرق، لما هو بقى وقع في قلب البحر والملح غطاه. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا إيه؟ من المسلمين. طب التعبير يقول له إيه بقى؟ فاليوم الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. تعال بقى شوف الآيتين بقى اللي موجودين فيه. ننجيك ببدنك. قال هو في البحر بقى في اللحظة دي بقى يصرخ آمنت بس طلعوني. قال يعني كان بيقاوم في الايه؟ في الموج، والمقاومه هتكون بالرجلين والايدين، ده بيغرق مش كده؟ فلقوا اكتشف الراجل ان في حاجه اسمها حركه لا اراديه بالقصور الذاتي في الدراع. لما يمسكوا الدراع ده اللي محطوط على الصدر ده يشدوه لفوق كده، يلقوا الدراع يروح راجع كده بنفسه. الله، يعني معنى كده انه كان يحاول ان يدفع عن نفسه شيئا. يبقى ده اهو فادركه الغرق. يبقى صار القرآن ضوافر الرجلين كمال الجثه كامل. يبقى الوصف التفصيلي لا يوجد وصف دقيق موجود غير في نص القرآن الكريم. يعني يستحيل في البحر طبعا، وطلع جثه كامله اللي بقت مومياء دلوقتي. واصلا لو هي بدت في البحر اصلا بتبوش. فالراجل العالم بص في المومياء قال كل المواصفات الخمسه اللي القرآن قال عليها فعلا قصاد مننا عملي اهي. اذا لا يمكن ده غير واحده من اتنين، لا يمكن غير واحده من اتنين. يا اما حد شاف وكده، ان حد حضر محمد ومن هنا أعلن الدكتور موريس بوكاي أن القرآن الكريم هو الوثيقة الوحيدة في العالم التي توافق العلم والواقع. والقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد في العالم الذي يقدم لنا إشارات علمية حقيقية لم نكتشفها إلا بعد نزول القرآن ب 1500 سنة،
وأن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد العلوم الحديثة، وانتهى فيها إلى الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. القرآن الكريم يتحدى، والإيمان بأن محمد صلى الله عليه وسلم صادق في رسالته مبلغ عن الله عز وجل. وانتهى الدكتور موريس بوكاي إلى الدخول في الإسلام وإعلان إسلامه بما رأى من آيات الله في القرآن الكريم. هذا هو القرآن الكريم. ده الدكتور موريس بوكاي الطبيب الفرنسي الذي عني بهذه الدراسة العلمية واكتشف فيها آيات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في ثنايا الكتاب. عشان كده احنا محتاجين هذا الكتاب في ان احنا ناخد الآيات العلمية دي ونبتدي نضيف إليها بقى الحقائق العلمية من دلائل قدرة الله في وحكمة الله في الكائنات، لأن ده يعتبر أقوى حجة علمية باستخدام الإلحاد. واضح يا أساتذة؟ أنا هسيب نسختين مع حضراتكم بحيث تاخدوهم تقروهم. البنات انتوا مع بعض في بلد واحدة؟ ماشي، طلع لي وخد يا عم انت اتفضل، وادي النسخة دي تقراها انت بالنيابة عن الزملاء وتلخصها وتجيبوا لي تاني الكتابين دول عشان نحطهم مكتبة الايه؟ مكتبة المعهد. ولو تتكرم علينا بتقراه وتقول لنا ملخصه ده يبقى فضل من الله عز وجل. اما كتاب خرافة الالحاد فانا هحاول انا الخصه هاتوا لي انا ما لم تكن عندي، ما عنديش غير نسخة واحدة. لو عندي نسخة اللي انا قدرت اجيبهم دول قدرت اجيبهم بس اخد بحياتك. فما فيش حاجة اسمها واحد ياخد كتابه ما يرجعوش. في اجيال جاية ورانا هنسأل عن هذا العلم. طب ونام عليه ادي احنا مش لاقيينه لحد دلوقتي. يا دكتور احنا مش هنعمل. مش القصد انا، لا انا بقول احنا عاوزين نوسع دائرة الاستفادة العلمية، لأن ورانا دارسين ودارسات خايبين نايمين على الروح ما جوش النهارده، وفي مسلمين وقعوا في الإلحاد موجودين في العالم حوالينا ومحتاجين إن احنا نوصل لهم المعلومة بطرق مختلفة. خلاص، فاحنا دعوة، فلازم يكون المادة العلمية موجود مصدرها مش عندي أنا أو عندك أنت، عند المعهد اللي أنت بتمثليه عشان تقدري تقدمي المعلومة دي في أي وقت. إذا أزح عليكي سرطان هؤلاء بأي شخص أو شخصية من الدعاة الإلحاد وما أكثرهم في هذا الزمان. ده اللي احنا كنا عايزين نشتغلوا فيه النهاردة. كان فيه جزئية خاصة بالكلام عن العلمية تبقى عندنا تكامل ورؤية